نتعرف بحضرتك؟ المصمم ياسر المصري. اهلا وسهلا يا فندم. انا برحب بيك طبعا في البدايه، وعايزه تكلمني النهارده على الكوليكشن اللي حضرتك بتقدمه. والله النهارده انا مقدم مجموعه فيها افكار جديده بالنسبه للربيع بتاعنا والشتاء الاخير، واتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. براعي فيها الخطوط شويه الغريبه المجنونه شويه، والالوان بحاول انها ما تنوعش قوي في الالوان بحيث ان ما شتتش التركيز بتاع الفستان يعني. وسعيد جدا النهارده في المهرجان الموجود النهارده، لاني اول مره اعمل شو في مصر، وباذن الله تعالى يبقى كويس يعني ان شاء الله. برضه تكلمني عن اللاين اكتر بتاع حضرتك، بتميل للقصير للطويل، الالوان اللي حضرتك بتستخدمها؟ شوفي حضرتك، هو بالنسبه للموديلات اللي انا احبها الطويل بيستهويني اكتر، بيديني مساحه كمصمم ان انا اقدر ابدع في الخطوط، اقدر ابرز جمال الجسم بتاع المراه. وبرضه ما ننساش ان الالوان بتاعتنا بيبقى فيها لازم كونتاكت ما بين الخطوط وما بين اللون ما بين اللون بتاع الفستان. الالوان اللي طالعه موضه ايه السنه دي؟ شوفي، هو في انا بالنسبه لي ما بؤمنش بحاجه اسمها لون موضه، لان اللون الموضه ده البشره بتاعت المراه اللي هتلبس الفستان هو اللي بيقول انا عايز اللون الفلاني، لان مش كل لون بيليق مع كل بشره. ايه، فده انا براعيه جدا حتى في تصميماتي، وبراعيه اكتر في التصميمات الخاصه بالنسبه للبشره والطول، وعامل الطول مهم جدا للون ترى. ايه، البشره مع اللون طبعا يعني ما فرضنا مثلا في لون العنابي مثلا او اللون الازرق موضه، بس هو مش لايق مع البنت، يعني تلبسه مش هيليق عليها، فبالتالي انا بنصح الموضه بناخد منها الحلو، فاذا في لون مش كويس ما يتاخدش. عايزه اتكلم على السواريهات السنه دي، حضرتك بتميل اكتر للتدريس في اللاين بتاعك ولا بتحب الحاجات السيمبل اكتر؟ هو بالنسبه لفنون الازياء عموما فيها كذا باب من خلالها تقدري تطلعي الافكار اللي جواكي وتبرزيها. التطريز المترصع بالشوارفسكي والشك الهندي، دول اكتر سمه بتستمر في خلال سنين كتيره، يعني من عقد كبير فات لا زال يسيطر الشغل الهندي اللي فيه لمعه براقه. في عندك برضو التطريز كتير جدا جدا، النقشات بتاعته تستهوى المرأة العربية، وبالأخص أنا براعي التصميم بتاعي إني ألبي رغبات المرأة العربية، وبالأخص الخليجية والمصرية عايزة أسألك عن المحجبة، دايما مظلومة في السواريه. لا، هو بالنسبة للمحجبة، يعني إمكانية إنها تاخد من كل بستان زهرة. يعني عندك الافكار بالعكس، يعني انا شايف ان الحجاب لو زحف تطريز ولو زحف الشك على الشارب بتاع الحجاب بيدي اكيد رونق وبيدي اكيد تكمله للفستان. صح. وعايزه برضو الاقمشه السنه دي في موضه معينه ولا ايه؟ هي الموضه بتاعت السنه دي. طب ايه رايك اكلمك على الموضه بتاعتي انا؟ طيب انا عايزه اللاين بتاع حضرتك. ايوه، الموضه بتاعتي انا حابب قوي الوقت بتاعي ده ان انا اشتغل على التور الناعم، شغل الشيفونات والحراير. كتير جدا جدا بيبقى في تناسق ما بين الخطوط بتاعتي وما بين نعومة الخامة نفسها، تديني انا كمجال ان انا احط الخطوط اللي بتبرز جمال المرأة، طولها، تناسب حتى مع فورمة الشعر بتاعتها. بيبقى في تناسق ما بين ده وده، الشيفون والحراير والتور تديكي مجال ان انت تبرزي كل الكلام ده مجتمع مع بعضه. فستان الفرح ده الستات بتهتم بيه جدا والبنات، فستان الفرح عندك ايه السنه دي؟ الفستان الابيض عندي السنه دي مميز لاني حاطط فيه افكار شويه مجنونه. انا شايف ان انت لما تشوفي العرض ان شاء الله اجابتي فيها. ايوه، انت عارفه الاجابه، يعني في فساتين فعلا انت هتشوفيها من الوهله الاولى هتحسي بعالم تاني مجنون شويه، بس هتقبليه ان شاء الله. يعني ورد ولا اللي هو الجسم ولا ايه بالظبط؟ الايه السؤال؟ يعني هيبقى ورد ولا ستراس ولا على الجسم؟ شوفي، انا جدا احب العب على الخطوط المائلة جدا جدا، بتبرز تقسيمات الوسط، تقسيمات الطول، الظهر،
بتبين لك جمال المرأة عموما يعني. مدعمة طبعا بتطريزات ونقشات أندلسية مع بعض الإحساس الروماني أو الإمبراطوري شوية. ده ممكن نلاحظه إن شاء الله لما نشوف العرض بتاع النهاردة.